استعدادات الاهلي والنادي الزمالك هيقفل بعد اسبوعين، ولعيبه الاهلي متحفزين. كل ده يا صاحبي، والاخبار والفيديوهات والحصريات هتشوفها على قناتكم، قناه حائط صد اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي. نخش بينا يا صاحبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم قناة حائط صد أهلاوي اللي صوتها صوت كل أهلاوي. عاملين إيه؟ أحسن أهلاوية، أحسن ناس متابعين، يا أحسن ناس محترمين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما، ونسمي الله يا صاحبي ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. النادي الأهلي واستعداداته في تونس واللعيبة إن شاء الله على وعي تام بالمباراة، وكولر مجهز لعيبته تمام، وإن شاء الله وبإذن الرحمن الأهلي كسبان، وكلنا وراكم يا رجالة، وكل ملايين الأهلوية وراكم وبتدعمكم وفي ظهركم، وإن شاء الله ترجعوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله تساعدكم في القاهرة هنا، ونتأهل إن شاء الله رسمي، وإن شاء الله تكون البطولة ال11 في الجزيرة. طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي. معانا بقى مرتضى منصور طلع بتصريح كده، وانا بسجل الحلقة في بداية الحلقة، فعشان ما اخرش عليك يا صاحبي خدت منهم تصريح كده في السريع، والباقي نبقى نكمل بعدين. واحنا هنروح من بعض فين؟ بيقول لك النادي داخل على كارثة، وممكن بعد اسبوعين نقفل والابواب تتقفل. الزمالك يعاني، ليس من المعقول ان يكون النادي وسيله للترفيه. لم اتي الى النادي منذ اسبوعين على امل تحسن الاوضاع، ولم يجد اي جديد. طب يا مرتضى يا منصور، مش حضرتك يا رئيس نادي الزمالك يا محترم يا كمل يا عاقل، يا صاحب الحاجة و70 سنة، حضرتك ان المفروض حضرتك مش على قوة نادي الزمالك؟ مش حضرتك مالكش دعوة بنادي الزمالك؟ تيجي او ما تجيش دي ما تخصش حضرتك في حاجة. طب دي حاجة. الحاجة التانية، لو نادي الزمالك هيقفل هيبقى مين السبب؟ حضرتك اللي هتبقى السبب. حضرتك بقراراتك اللي بتاخدها هتبقى السبب. حضرتك باللعيبة اللي جبتها هتبقى السبب. حضرتك وابنك امير بالسمسرة وسمسرة اللعيبة هي السبب. حضرتك باهدار المال العام بتاع الزمالك انت السبب. نادي الزمالك نادي كبير، انتوا اللي صغرتوه. هو طبعا مش هيبقى صغير، بس انتوا اللي بتصغروه، انتوا اللي بتخلوا شكله وحش، انتوا اللي بتخلوا الناس تتكلم عنه وحش. سيبوا نادي الزمالك يبقى ليه رئيس يبقى محترم. سيبوا نادي الزمالك بدل التقييد اللي انتوا عاملينه في النادي. اطلعوا من نادي الزمالك، هيبقى نادي الزمالك ده في حتة تانية فعلا. اطلعوا من نادي الزمالك عشان الزمالك يخرج من الكبوة اللي هو فيها. سيبوا نادي الزمالك حر طليق، عشان على الأقل يبقى نقول لما يكون في منافسة بين الأهلي والزمالك أقول هنا وهنا، تبقى الدنيا مظبوطة. ما تطلعوش تصريحات تسيئوا للناس. مالكوش دعوة بحد، خليكوا في ناديكوا. يا رئيس نادي الزمالك خليكوا في ناديكوا. يا رئيس نادي الزمالك خليكوا في نفسكوا. يا رئيس نادي الزمالك انت اللي عملت كده. يا رئيس نادي الزمالك انت اللي ضيعت لعيبتك بالافتراءات اللي انت طلعتها عليهم، والحشيش والنسوان والكلام ده كله. انت اللي عملت كله. في الاول وفي الاخر يا ساده، لو جينا وحسبنا اللي بيحصل في نادي الزمالك ده اساسه مرتضى منصور. هتقول لي عمل لي حضايق ومش عارف يا جمهور اللي بتتفرج عليا من نادي الزمالك، هقول لحضرتك عمل خراب اكتر. يا فرحتي، عمل يافطتين ولا عمل جنينتين؟ خلاص بقى، هو ده الانجاز بالنسبه لكم. هو ده بالنسبه لكم رئيس نادي الزمالك اللي بتقول عليه الدكر اللي بيطلع يشتم في الناس؟ هو ده رئيس نادي الزمالك اللي بالنسبه لكم اللي بيطلع يقول الفاظ خادشه للحياء والناس بتتفرج عليها وبتخش البيوت؟ لا يصح. امشي يا مرتضى وسيبها، وربك هيفرجها ويجيبوا رئيس محترم يليق بنادي الزمالك. بليغ ابو عايد بيقول لك لو في تقنيه الفيديو في ماتش الزمالك وبروكسي كانت النتيجه اتغيرت. لو في تقنيه فيديو، والله يا استاذ بليغ هي مش موضوع تقنيه فيديو، هو لو في
حكم عنده ذره ضمير مش محتاج تقنيه فيديو. لو حكم عنده ضمير وحلل الفلوس اللي بياخدها ما كانش محتاج تقنيه فيديو. هي اصلك شايفها، لاعب شايفها حاجات كتير، ضربتين جزاء ما بيتحسبوش وفرقه تتظلم، فدي حاجه كبيره يعني، فدي حاجه كبيره. لكن ايه، مش موضوع تقنيه فيديو. على فكره والله ساعات الحكام كان بيبقى في ضربه جزاء والفار يندى لهم ويقول لك مش ضربه جزاء. مش موضوع فيديو، موضوع هنا موضوع ضميرك. انت فين؟ انت فين من كل ده؟ محمد عماره بيقول كولر بيظلم ايمن اشرف في الاهلي، وبعد كده بيقول لك مدرب برتغالي كبير في الاهلي كان بيغير من النجوم في فرقته. والله العظيم انا مش عارف يا محمد يا عماره، انت مالك ومال الاهلي؟ مالك ومال كولر؟ ومالك ومال ايمن اشرف؟ وبتتكلم ليه على كولر؟ كل واحد مدرب ليه اللي هو شايفه. ايمن اشرف لاعب كبير واحنا كاهلاويه بنحبه ونتمنى نشوفه في الملعب، بس المدير الفني هو اللي مسؤول عن اللعيبه. ليه؟ عشان لما اجي احاسب كولر احاسبه بقى على كله، على كل حاجه. لكن انت في يوم اهو، ده من ضمن اللعيبه يا ساده اللي مع الاسف في يوم من الايام ارتدت تيشيرت نادي الاهلي، ارتدت تيشيرت نادي الاهلي مع الاسف. محمد عمار بيقول انا لو مدرب الزمالك لازم ياخد قرار برحيل 16 لاعب من الفريق، وجودهم بيظلم النادي. طبعا ده سمير كمونه. روح قول لمرتضى منصور، قول له الكلام ده. ده لو انت عندك الشجاعه والجرأه تقول له الكلام ده يا ريت تقوله له. الاهلي مفيش مشكله تخص اللوائح والقوانين بيكون طرف فيها ويخسر، لانه بيبقى دارس كل حاجه واخرها مشكله كهرباء. الاهلي بيخش في اي موضوع لازم يبقى درسه قبل ما يطلع يتكلم عنه، قبل ما يطلع يقول انا هخش طرف في الموضوع، قبل ما يطلع يدافع عن لعيب من لعيبته. الاهلي دارس فعلا، الاهلي واعي، الاهلي عنده ثقافة، الاهلي عنده محاميين مش بيطلقهم كده في الهوا، لا ده بيخليهم بيدرسوا مرة واثنين وثلاثة عشان ما يطلعوش في الاخر يبقى المنظر او الشكل العام مش حلو. يعني هما لو لقوا ان كهربا مدان ما كانش حد يتكلم. لو كان لقوا ان كهربا مش هيقدر يعني او شافوه ان هو تصرف غلط في نادي الزمالك ما كانوش هيتكلموا. ومع ان ايه، انت لو حسبتها ان الاهلي مش طرف اصلا في موضوع كهربا، الاهلي مش طرف في موضوع كهربا، والزمالك مدخل الاهلي طرف باي طريقه. الزمالك مدخل الاهلي طرف في اي موضوع يخص كهربا. لماذا لم يعود البنا لتقنية الفار في السوبر ولم يتم معاقبته، لكن العقوبة تفرض على حكام مباراة الزمالك وبروكسي؟ طب ليه ما تعاقبش اسمه دوت محمود عاشور؟ هيا غندور، ليه محمود عاشور ما تعاقبش وكان فجر علني؟ وليه وليد عبد الرازق ما تعاقبش وكان فجر علني؟ يا فرحتي وقفتوهم شهر بيعملوا ايه؟ بصوا كل اللي بيحصل في لجنة التحكيم ده يا شباب، كل اللي بيحصل ده اهلاويه صدقوني ضحك على الدقون، بس مين؟ احنا فاهمين والاهلاويه عارفه ان كل اللي بيطلع ده بيطلع عري. اظبطوا نفسكم يا خالد يا غندور، اظبط نفسك عن كده شويه، اظبط نفسك عن كده شويه، ويا ريت يا ريت يعني يبقى كلامك فيه نوع من المنطقيه. قولش على حضراتكم بقى معانا الفيديوهات اللي هنتكلم فيها النهارده. معانا اول فيديو عن الكابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس، وما ادراك الكابتن مصطفى يونس، اللي خبط وداس وخبط في الاهلي كتير وداس يعني، كان معدي السرعه يعني زي ما بيقولوا. نشوفوا الفيديو اللي هو عايز يرجع فيه الاهلي، او بيقول ان هو عايز يرجع الاهلي، او عايز يفتح صفحه جديده مع الاهلي، ونرجع تاني لحضراتكم. ما تنسوش يا اهلاويه تركزوا في الكلام عشان الرد هيبقى شديد عليه قوي. نروح لمصطفى يونس ونرجع لحضراتكم تاني. جديد كابتن مصطفى يونس هو كابتن النادي الاهلي، وسيكون مدافعا
وشرسا على النادي الاهلي. خلاص الايام بقى اللي انتوا شفتوها بقى زمان والحاجات دي راحت خلاص. احنا في صفحه جديده، صفحه بيضاء مع الاهلاوي. بلاش بيضاء، لا صفحه بيضاء برضه حمراء مع الاهلاوي الكبير وكابتن النادي الاهلي. واول واحد رفع كاس افريقيا مع النادي الاهلي الكابتن مصطفى يونس. عودا حميدا. ما تاثرش رقبتي مع الاهلاويه. وانا ما تاثرش رقبتي مع الاهلاويه. لا انا احنا هنا بص، نقطه ومن اول السطر. انا فقدت كتير. ايوه لما بعدت على الام بي سي. لا ماشي، دي طبعا دي حاجه معروفه يا كابتن. احنا قريبين من بعض، وانت عارف النادي الاهلي ايه بالنسبه لي. خلينا بقى اقول بقى انا فقدت كتير ان انا كنت بهاجم النادي الاهلي. لا برضو انا مش عايز اقول بهاجم، مش مع النادي الاهلي، مش مساند، بلاش بهاجم برضو مش مهم. في فرق ما بين بتنتقد التصرفات، تنتقد القياده. نفتح بقى الصفحه الجديده. لكن في انجازات، في انجازات كبيره. لا انا عايز بس قول لي انا بفتح الصفحه. ولا طبعا انا فاتحها خلاص من زمان. لا من دلوقتي. ايوه انت فاتحها، ما تقلقش. اتفتحت الصفحه. طيب حلو قوي. يعني مهيب بيقول له يعني نقول نفتح صفحه جديده، نقول ان انا يعني عايز اخش الاهلي بس بطريقه تانية. طب بذمتك يا كابتن مصطفى، بذمتك كده وانت راجل كبير ومحترم، يعني بنحترمك مهما كنا مختلفين معاك، بس بنحترمك عشان سنك. يعني ينفع اللي انت عايز ترجع الاهلي دي؟ يعني انت مصدق نفسك؟ ما يمشيش معاك ان انت غلطت في الخطيب، ما يمشيش معاك ان ما هو مش غلطت فيه، ده انت كونك انك تسمع اهانته ده غلط. كونك انك تسمع اهانته من رئيس نادي بيطلع يشتم ويخوض في عرضه ويخوض في عرض اخته ويشتمه ويتهمه بالاخوانه وده كله وانت قاعد. طيب يرضيك يا كابتن، يرضيك يا كابتن مصطفى ان انت تبقى قاعد انك تبقى لابس كده تيشيرت نادي الزمالك وفرحان وفخم قوي؟ طب ارجعك الاهلي ازاي؟ او انت ترجع الاهلي ازاي؟ انت تقبلها ازاي انك ترجع الاهلي؟ يعني انا مش شايف لها رجوع. جماهير الاهلي كبيره محترمه بتسامح، لكن مش في كل حاجه، الا اللي يهين رمزها، الا اللي يهين الكيان. انت كنت في يوم من الايام بتقول انا كابتن النادي الاهلي. طب انت عملت ايه يا كابتن النادي الاهلي؟ انت سمعت النادي الاهلي بيتهان قدامك اللي هو خيره عليك واللي عمل اسمك وما طلعتش اتكلمت وما طلعتش قلت حاجه؟ يا راجل احنا مش ناسيينك تصريح ده انا مش هبيع ابويا وامي، ده انا مش هبيع النادي الاهلي، مش هبيع الاهلي، ده انا هبيع ابويا وامي عشان خاطر الجنيه وحته ارض واشوفها واخلصوا فيها وانا اخد حسنتي من بره. ايه يا كابتن مصطفى؟ انت بتنسى؟ ان كنت انت بتنسى جماهير الاهلي ما بتنساش. ان كنت انت عايز ترجع النادي الاهلي فالجماهير الاهلي مش حابه ده ومش هتسمح لك بده، عشان جماهير الاهلي بتحب ناديها ومخلصه لناديها. يا كابتن مصطفى كان نفسي تراجع نفسك بدري عن كده، كان نفسي تلحق نفسك قبل ما تخش في الحوارات اللي انت دخلت فيها والبهدله والاهانات اللي انت خدتها من جماهير الاهلي بسبب حبهم لناديهم، وبسبب ان انت كنت في يوم من الايام كنت كابتن النادي الاهلي. ما ينفعش يا كابتن مصطفى، صدقني ما ينفعش. طيب معانا بقى فيديو تاني يا صاحبي لكريم ابو حسين، نروح ونشوفه قال ايه ونرجع ونرد عليه. باتشيكو جاب جون وجاب بطوله وحقق لقب، اقسم بالله اغنى من السوبر. اللي باتشيكو عمله ده جاب جون في المقص، على راي زميلنا احمد الطيب، دي في المقص بقى، ولا مترتب لها ولا حد قال له قول ولا حد قال له عيد. ده كل اللي حصل ده كان ممكن كله عشان ينتقموا من مرتضى، وهو قاعد في بيته هنا في القاهره يجي له حقه من ابو ظبي على لسان. احنا لا بتوع بلطجه ولا بتوع ضرب في الملاعب ولا اجري ورا لعيبه بيراميدز ولا اعمل مظاهر مسيئه زي اللي بتحصل في كل ماتش. هم طرف فيه. انت النهارده لما تصحى الصبح النهارده تلاقي تقرير عن الشناوي وازاي انه بطل، مطلعينه بطل. بقول لك المانشيت نمبر 1 في المشاكل والازمات والاعتداءات دي
على زمايله وعلى المنافسين. على زمايله وعلى المنافسين. انا عارف انا بقول عشان ما تقوليش انت غلط. الشناوي ده اللي بيعتدي على زمايله، بيعتدي على المنافسين، له تاريخ. هو كده. بس القاعده الاساسيه هو بيعمل كده ليه؟ الدور ده يا جماعه، وانا بكلمكم بقى كنت في يوم من الايام في المطبخ ده، الدور ده لازم يكون له متخصص له واحد في النادي الاهلي، سواء بقى اداري، مدير كوره، مدير فني، مدرب مساعد. يعني الدور ده قام بيه حسام البدري قبل كده، بيقوم بيه سيد عبد الحفيظ، بس دلوقتي هو طوره وسلم الرايه لمحمد الشناوي. لازم يكون البعبع بتاع التحكيم ويكون البعبع بتاع المنافسين ده موجود. دي وظيفه. دي وظيفه ليها حسابات تانية وليها مقابل تاني بيتعمل حسابها. الموضوع مش كده، لا، ده مدروس ومعروف مين اللي هيقوم بالدور ده. يعني انتوا دلوقتي شايفين سيد عبد الحفيظ متواري بره المشهد في القصه دي. ليه؟ لان زادت قوي والناس كلها طلعت، حتى اعلامهم طلع انتقد ده. النهارده طلعوا انتقدوا ده، فلا خبي بقى ايه سيد شويه وطلع لهم الشناوي. لان القاعده بتقول ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. هنشوف صوت وصوره لقطات مع حضراتكم لحارس الاهلي الشناوي، صور، خلاص نكتفي بالصور. محمد الشناوي وخناقته مع كهربا زميله في تدريبات الاهلي 2020. اشتبك مع محمد عبد المنعم في مباراه الرجاء المغربي 22. محمد الشناوي اللي ما بيتعاقبش، اللي ما بياخدش انذار حتى، اللي ما بيطردش، اللي ما بيتحولش للجنه العقوبات، اللي ما بيروحش لجنه المسابقات، اللي ما بيتعاقبش من لجنه الانضباط على السلوك والاعتداء بالضرب على لاعب بيراميدز. اعتدى على الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني اللي من كام شهر، لسه الامور لسه مش بعيده. يعني القصه ازمته مع زميله، صدر مشكله وازمه مع احمد الشناوي على رقم القميص منتخب مصر مع المنتخب كمان، يعني في معسكر البرتغال مع روي فيتوريا المدير الفني الحالي. اعتدى على احمد عبد الحكم مدافع سموحه. لا، هاتوا الصوره الثانيه، حطوا لهم الصوره الثانيه بس عشان يمكن ضمير حد يصحى، يمكن حد يصعب عليه لاعب مصري ومواطن مصري حصل فيه المظهر الشكل ده والمنظر ده. يمكن لكن للاسف مش هيحصل. ليه؟ لان الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. الشناوي جمهوره بيلبس احمر وهو بيرتدي التيشيرت الاحمر. لا، ما كهربا فين؟ لو هتدور بقى على اصل المشكله، يبقى المشكله في اللاعب الهارب اللي للاسف لحد هذه اللحظه في ناس بتدافع عنه، في ناس بتدافع عن لاعب هارب، لاعب اساء لنفسه واساء لاسرته واساء لعائلته واساء لكل جماهير مصر واساء لمجلس اداره النادي الاهلي بتصريحات مسيئه وخادشه للحياء وللادب، بتصريحات ما تخرجش من البلطجيه، ما تخرجش من اطفال شوارع، ما تخرجش من الناس دي، لكن خرجت من لاعب متربي في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي. ايه يا ابو حسين؟ ايه يا ابو حسين؟ بقى الشناوي بلطجي يا ابو حسين؟ الشناوي يا نهار ابيض. طب انا عايز اشوف تصرف للشناوي مش عاجبك. انت بتقول الشناوي بلطجي وباتشيكو بطل وقال تصريح، والتصريح ده بطولة، وعشان التصريح اللي قاله مرتضى منصور يعني، صح؟ ده اللي انت تقصده. طيب تصريحاته بتبقى بطولة ازاي؟ يعني ازاي انت شايف ان مثلا باتشيكو بطولة؟ طب ما لو تصريحاته بطولة يبقى انتوا كلامكم وانسحابكم ده نصيبة عليكم. ده انا لو انا همشي بيها على كلامك كده، يعني انسحابكم ده ايه؟ انسحاب نادي الزمالك ايه؟ طب ما كنتش، ولا هو الكلام جه على مزاجك عشان مرتضى منصور قال مش هلعب وايه والرد جه وعجبك؟ رد باتشيكو عجبك؟ ما هو لو رد باتشيكو مش جاي على الهوا ما كنتش تطلع تتكلم عليه وتفخم فيه كده. طيب بالنسبه بقى للشناوي، انت بتقول الشناوي ايه؟ عامل مشاكل وبلطجي وكده. طب هو الشناوي عامل مشاكل حسين؟ طب هو ينفع ان هناك الهلال السوداني ما يمشيش معاك ان الهلال السوداني هناك الدكتور رش بنج على الشناوي، غرقوا لهم اوضه اللبس بتاعهم لا مؤاخذه في اللفظ ميه مجاري، ها، واعتدوا على علي لطفي، وكل ده برضو الشناوي هو اللي بلطجي؟ طيب ده في السودان بيقول لك الشناوي بلطجي هنا. طيب ما يمشيش معاك ضرب علي لطفي كمان؟ طب اتحاد الكوره ده، يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني مع استفزاز
مع استفزاز لاعب سموحه اصلا اللي خلى الشناوي رد عليه او ضربه او زقه او الكلام ده كله او دفعه. ليه؟ عشان مستفز. ماشي. وطلعنا الاهلاويه قبل لاي حد ما يطلع يتكلم قالوا ان الشناوي غلطان. ماشي. انا بس بعرفك القيم والمبادئ والاخلاق في جماهير الاهلي مع حبها للاعبتها ولكيانها. بيقولوا ايه؟ ما بيعجبهمش الحل المالي. قالوا ايه؟ الشناوي غلطان. وانا طلعت انا قلت الشناوي غلطان ويستاهل عقوبه. والنادي الاهلي طلع اداله عقوبه. بعدها ب 12 ساعه عمل ايه الاتحاد المصري؟ وقفوا 3 ماتشات. صح؟ حد في الاهلي طلع يتكلم؟ حد مسؤول في النادي الاهلي طلع علق على العقوبه؟ ليه؟ عشان عارفين ان الشناوي غلطان. شفت بقى المبادئ؟ شفت المبادئ يا ابو حسين؟ ما يمشيش معاك لما احمد الشناوي طلب في المنتخب يلبس رقم 1 والشناوي اتنازل عنها. محمد الشناوي اتنازل عنها احمد الشناوي وقال له مش مشكله، انا يهمني ان انا اكون متواجد في المنتخب. ما يمشيش معاك ده. وكل ده بتقولوا عليه بلطجي، وكمان بتقولوا على كهربا اطفال شوارع وبلطجي والكلام ده كله. طيب اخر حاجه، انت ما شفتش مثلا اللي بيعملوا شيكابالا؟ ما شفتش طريقه شيكابالا مثلا مع جمهور الاهلي؟ ما شفتوش لما رفع الحذاء؟ ما شفتوش لما عمل حركات اباحيه؟ ما شفتوش في الامارات كان بيعمل ايه لما كانوا بيلعبوا في الامارات؟ ما شفتوش؟ كل ده ما شفتوش. كل ده متغاضى عنه. ليه؟ عشان انت ما بتشوفش. عشان انت عايز تشوف اللي انت عايز تشوفه بس. لكن حاجه تدين فرقتك ما بتطلعش تتكلم عنها. كمان يا صاحبي فيديو، ما هم الزناطير هنجيبهم ورا بعض عشان هختم الفيديو حلو قوي لواحد حبيبك وحبيبي، حبيب الاهلاويه كلهم. نخش على فيديو اسامه حسن الزنطور ده وهنرد عليه رد يليق بيه. زعل بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لدوله محترمه كبيره بحجم مصر، وده لعيب محترف المفروض يعرف اللي واللي عليه ايه. فانا بحييه، خد افضل قلم في المباراه من الاتحاد المصري لكره القدم، ادوا له افضل قلم، جايزه كده حلوه، وطبق اللوائح بشكل محترم، ان عارف ان مش هيحصل له حاجه، وعارف ان مهما يعمل ومهما حتى لو عمل اكتر من كده برضه مش هتوقف. صح. فانا بشكره ان هو فعلا لعيب محترف بيطبق اللوائح بتاعت الاتحاد المصري، اللي بيتنفذ. صح والله، برافو عليك. يا ابني اعمل احسن رد طبعا، والله العظيم، بشكره والله. احسن رد. ما هو بص يا نجم، سيناريو الماتش اسمه فيلم بطل من ورق الجزء الثاني، زائد تطبيق اللوائح. ايه تطبيق اللوائح؟ اضرب، اشتم، عنف، ارهب الحكام، ارهب الاعلام، خد المباراه، ما حدش هيعمل لك حاجه. دي اللوائح احنا حاطينها في اتحاد الكوره، وزارعين الناس تقوم بالدور ده في الاعلام واتحاد الكوره. فانا بشكر فعلا علي معلول ان هو طبق اللوائح بتاعته، برافو علي، بشكره. هو الاتحاد الكوره الناس اللي موجوده دي شغاله في اتحاد الكوره؟ شغاله حاجه واحده بس، اللي هي اللوائح اللي بتطبق لنادي معين. زائد في حاجه ثانيه، بتلاقيهم في العزاء وبتلاقيهم في حاجه واقفين محترمين كلهم على صف واحد بيتكلموا، شغلانتهم بقى الرئيسيه شد حيلك شد على الله، دي شغلتهم، اقسم بالله. بقاء لله. والله شد حيلك شد على الله، شكر الله ساعه غفر الله ذنبك بس. نعم. هم دول اللي عارفينها بس. وتطبيق اللوائح اللي هي مبعتها لهم من النادي الفلاني بس. فانا مش بعتب عليهم والله، هي دي الشخصيات. حلو قوي. بقى الاهلي بطل من ورق. ما انت تقصد الاهلي يعني عشان نكون ايه، هات وخد كده في الكلام. اللي بيقول لك يعني الاهلي اللي طلع رئيس ناديه مرمط الحكام كلها. طيب الاهلي اللي طلع رئيس ناديه بهدل اللعيبه بتاعته وقال عليهم بيشربوا حشيش وخمور والكلام دوت وبيسرحوا ناس والكلام اللي هو قاعد يلفظ بيه ده. رئيس الاهلي اللي طلع بهدل لجنه الحكام. رئيس الاهلي عامل كده. ده يا جماعه كل حياته كلها اصلا، اسامه حسن ده كل حياته اصلا في حياته كلها واخد بطوله كاس مصر بس، وطالع يتكلم على النادي الاهلي، طالع يتكلم على الاهلي اللي كيدهم وهيفضل حريقهم، اللي هو بياخد بطولات، اللي هو دايما مشرف مصر، اللي هو دايما رافع راس مصر، اللي هو دايما رافع راس جماهيره، اللي جماهيره بتتمنى كل مش يوم بطوله، كل ساعه بطوله. يا اخي اتقوا الله. ما هو ده بقى رادع بليل على الاخر، ده متكرر على الاخر.
ده متروق على نفسه، هو مروق على نفسه بنفسه. أسامة حسن ده وبقول لك على اتحاد الكوره قاعدين بياخدوا العزا، اتحاد الكوره قاعدين بياخدوا العزا، هم بقى يردوا عليك ولا ايه يا حزوم؟ حزوم سمعني صوتك، مش سامعك، يا ريت تطلع ترد كده عليهم وتروق عليهم، ولا انت ايه؟ ولا انت هتبقى بليلاوي برضه وهتنضم في الطايفه؟ على العموم انا جاي في فيديو لأسامة حسن، فيديو لأسامة حسن وهو بيحرض لعيبه الزمالك على لعيبه الاهلي، الكلام ده كان تقريبا في 2019. نشوف في الفيديو، جايب له الفيديو اللي قبل الماتش واللي بعد الماتش، هنشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. مباراة مصيرية يوم السبت، مباراة بالنسبة لي أنا حياة وموت. أنا كبقى مشجع أو شغال في النادي أو لعيب سابق في النادي أو نائب رئيس قطاع البراعم، احسبها زي ما تحسبها. أما بقى لعيبة نادي الزمالك بالنسبة لهم حياة أو موت وعافية وذوق. هتكسبوا وفوق يا عم أنت وهو، هتكسبوا الماتش ده. في بدايته اي كوره في اول الماتش لاخر الماتش، اي التحام الاقي لعيبه النادي الاهلي على الارض كده اكسب الماتش. الماتش ده على شرفكم انتوا، الماتش ده الجماهير كلها مستنياكم تكسبوا الماتش ده، وهم خايفين منكم، والله خايفين منكم. لو مش خايفين منكم ما كانش في المدرجات يقول لك مستنيك يوم السبت، بيلعب على العامل النفسي عليك. انا لعيب كوره وعارف بقى، لو هو مش خايف ما كانش جاب سيرتك، ده مرعوب منك. شيكابالا فوق الناس شويه، ده علي معلول لما بيشوفك بيعمل على روحه. يا سيزو ده علي معلول بيقعد يأدي في وراك. امام عاشور ده انت معاك 3 و4 في ماتش الاهلي اللي فات وتحطها سهل جدا في الشناوي. احنا اتقل منهم بكتير قوي واحسن منهم مليون مره، بس عايزين قلب ورجاله في الملعب. الماتش ده فرصه ليكم، ما تقولش بنضغط اللعيبه، ما بنضغطش اللعيبه. اللي بيلعب في انديه القمه لازم طول حياته بيلعب مضغوط. اللي مش عاجبه الكلام دوت ما يلعبش، ما ينزلش. الماتش ده في بدايته لغايه نهايته كل كوره فيها التحام الاقي لعيب النادي الاهلي على الارض كده اكسب الماتش. انا وانا في انبي مين بقى كان بيلعب بقى؟ الحضري، وائل جمعه، حسام غالي، عماد متعب، خالد بيبو. واحنا في الملعب كنا رجاله وضيعنا دوري منهم. كل التحام دي احنا بناخده في فرقه انبي، احنا اي التحام على الارض او فوق لعيبه انبي رجاله ضيعنا منهم الدوري ساعتها، وكان بيتحايل علينا يبوسوا ايدينا. هم شغلهم بره الملعب، جوه المستطيل الاخضر ضعاف. وقال لك دي كسبناهم حظ. الدور الثاني على طول في الدوري الثاني، في الدور الاولاني في السكه برضه كسبنا 2-1، كانوا يبوسوا ايدينا برضه. هي موضوع رجاله وهتكسبوا الماتش فوق. وحمدي فتحي واحد من افضل اللعيبه في مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجميع النادي الاهلي وادارته. لعيبه 10 على 10، لعيبه رجاله عملت بكلامي اللي هو اي احتكاك في الملعب هو الكره ليهم، اي كره مشتركه كره ليهم. برافو عليهم، مبروك. لعيبه 10 على 10، لعيبه رجاله. هو ده اللي انا كنت عايزه من لعيبه نادي الزمالك، اللي هي لعبت في ظروف احسن من ظروفنا كالجيل بتاعنا، كل حاجه متوفره لهم. مبروك لجميع النادي الاهلي، حاجه تفرح بجد بجد. لعيبه رجاله قوي 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 قوي. كل كره مشتركه اللي قلت عليها نادي الزمالك هم اللي كانوا بياخدوها في الملعب، وبلاقي لعيبه الزمالك هي على الارض. الكره للرجاله. مبروك للنادي الاهلي، حاجه تفرح. وعارف برضه هتشتم كده كده هتشتم يعني، بس انا راجل ومن شبرا بنفذ كلمتي واحلى اقرع. منكم لله والله، والله منكم لله. اللعيبه دي منها لله. برافو برافو لعيبه النادي الاهلي وجميع النادي الاهلي. مبروك مجلس الاداره، برافو برافو برافو. معلول برافو، 10 على 10. نجم برافو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لعيبه نادي الزمالك، والله العظيم منكم لله. هتموتوا الجمهور كله اللي كان موجود هناك، وهتموتوا الناس كلها منكم لله. بتلعبوا في احلى ظروف. ده احنا جيلنا ما كناش بناخد فلوس ولا لبس، وعمرنا ما اتغلبنا وفضحنا كده. منكم لله، مبروك. شفتوا الغل والحقد، شفتوا الغل والحقد
شفته بيقول ايه وكان بيعمل ايه وحلق راسه بيقول لك انا قد كلمتي. قد كلمتك مين يالا؟ ده انت اللي يشوفك يا لهوي عيال غلويه. بس انا ايه رايك؟ فرحان فيك، انا فرحان فيك. اعملوا قوي 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 بقى لعيبه الاهلي تستاهلوا ده غصب عنك، غصب عنك. الاهلي عمك وعم اي حد، غصب عنك، غصب عنك يالا يا بليل انت اللي ما بتفهمش، ياللي ما بتفهمش. طيب معانا بقى الفيديو الاخير اللي قلت هختم بيه الحلقه، اللي هو حبيبنا حبيب الاهلاويه كلهم، الماجيكو، معشوق قلوب الجماهير الاهلاويه، ابو تريكه يا ساده. نشوف ابو تريكه حبيبنا. حبيت اختم الحلقه بالراجل الطيب، الراجل المحترم، الراجل الخلوق ده، نشوفه قال ايه ونرجع تاني لحضرتك. الجماهير للانديه الكبيره هي كده. احنا الاهلي المصري لسه واخد السوبر امبارح، النهارده تقابل الجمهور الاهلي يقابل اللعيبه يقول له ايه؟ يقول له افريقيا، وبعد افريقيا يقول له الدوري. ما هو ده طبيعي، لان دول عايشين على البطولات، وده الطبيعي، وده الضغوط اللي لازم تعتاد عليها كلاعب كبير وكلاعب في نادي كبير. المركز الثاني ليهم فشل، ما تقوليش البطل لا يشتكي. الثاني نفس الاخير. وبعدين انا الاوراوا ده مع احترامي للجميع فرقه عاديه، فرقه متواضعه بس منظمه وخدت البطوله. اي بس ما ياخذ منك شوي عن موسيماني، لانه هو واجه نقد كبير جدا. راح للاهلي السعودي دلوقتي، صعد معاهم الى دوري روشن الموسم القادم، ومتوقع ايضا انه يستمر موسيماني مع الاهلي ايضا. موسيماني من احد اعظم مدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. موسيماني في الفتره اللي خدها او اللي اجتازها اللي قعد مع بيها الاهلي المصري من اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. عكس كلام وائل جمعه تماما. لا كل واحد له صحيح، اقول عكس، انا ما فوق راسي وكل لا انا اقول عكس يعني. انما الارقام بتقول، البطولات اللي حققها بتقول. احنا كنا في المباريات الكبيره مع موسيماني نحط رجل على رجل، لانه احنا عارفين ان هو هيعمل ايه. فده من افضل المدربين نعم اللي دخلوا الدوري المصري وتاريخ النادي الاهلي المصري، اللي بيتصدروا هيدي كوتي، مانويل جوزيه، يجي في خلال نفس ممكن درجه اقل موسيماني. شوف ايش قال لك الكابتن؟ قال لك نحط رجل على رجل. ابو تريكه يا شباب، شفت ابو تريكه؟ الله عليك، الله عليك يا ماجيكو، الله عليك يا ابني، والله بنحبك، كل الاهلاويه بيحبوك، دايما 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 كده متالق، ودايما ربنا فاتح عليك كده بلسانك الطيب ده. هو ده بقول لك، جماهير الاهلي ما بتشبعش بطولات، جماهير الاهلي عايزه بطولات، تبقى خلصت البطوله وتفكر في البطوله اللي بعدها. هو ده الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هم دول جماهير الاهلي، هم دول اللي بيحبوا الاهلي، اللي ما بيشبعوش بطولات، اللي دايما عايزين بطوله بطوله بطوله. ده انت لما بتخسر ماتش او ما بتتوفقش في ماتش بتبقى كانك خسرت بطوله. هو ده جماهير الاهلي. بقول لك موسيماني، كنت بتتفرج على موسيماني كده وانت حاطط رجل على رجل. موسيماني من اعظم المدربين، موسيماني من اعظم المدربين اللي جت النادي الاهلي، واللي كان موفق مع النادي الاهلي، واللي كان سبب من اسباب مشي موسيماني كان الاعلام اللي قعد طلع يخبط ولحد ما في ناس او بعض من جماهير الاهلي انضمت لصوتهم لما حصل شويه اهتزاز في الفرقه كده. قال لك لا موسيماني يمشي، موسيماني يمشي. موسيماني لا، موسيماني مدرب كبير، موسيماني مدرب محترم، موسيماني مدرب بيحب التحديات. موسيماني شفته عمل ايه مع اهلي جده، صعد بيهم ولا ايه؟ اهلي جده طلعوا من تحت ورجعوا تاني لمكانته الطبيعيه. اهلي جده هو ده موسيماني. بنحبك يا موسيماني، مهما رحت مهما مشيت، كل جماهير الاهلي بتحبك وفاكره لك كل خير وفاكره لك كل حاجه طيبه عملتها النادي الاهلي. وجمهور الاهلي ما بينساش اي حد، وجمهور الاهلي على يعني كل المدربين اللي جت الاهلي الجماهير فاكراها، والجماهير عارفاها، والجماهير عارفه ده ايه وده ايه. وخصوصا المدربين اللي عملوا اضافات زي هيدي كوتي، زي جوزيه، زي موسيماني، زي كولر ان شاء الله يتوفق كمان. انت كولر ما شاء الله 8 شهور اهوت و3 بطولات، وان شاء الله لسه عندنا دوري، لسه عندنا كاس افريقيا، عندنا سوبر افريقيا، عندنا كاس مصر. يعني ان شاء الله انت لسه بتتكلم في حوالي 4-5 بطولات تانيين ان شاء الله. ان شاء الله يتوفق ويكون السنه دي رقم قياسي وتاريخي للنادي الاهلي
في تحقيق البطولات ويعمل تاريخ جديد ويعمل ارقام جديده ويعمل انجاز جديد للنادي الاهلي. بنحبك يا ابو تريكه وبنعشقك لان انت حبيبنا، مفيش حد مختلف عليك على وجه البسيطه. كل الاهلاويه بتحبك، ونتمنى ان شاء الله نشوفك في مصر قريب باذن الله يا ماجيكو، ويا ريت في يوم من الايام نشوفك حاجه في النادي الاهلي، يكون ليك منصب في يوم من الايام. مفيش حاجه بعيده عن ربنا. الحلقه خلصت يا صاحبي، لكن الكلام لسه ما خلصش. اشوفكم على فيديو جديد يا اهلاويه، يا احسن ناس متابعين، احسن ناس محترمين على قناتكم، قناه حق تصدي اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي. الاهلي فوق الجميع، الاهلي القمه، اسم على مسمى اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون. ان شاء الله بالتوفيق النادي الاهلي بكره، بندعم الاهلي وفي وراه، وان شاء الله نشجع ان شاء الله فرقتنا ونبقى في ظهرها، وان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونرجع من تونس كسبانين ان شاء الله. عندي امل في ربنا نرجع كسبانين ونكون حطينا قدم على النهائي ان شاء الله، والقدم الثانيه ان شاء الله هنا نكون كمان عملنا سكور او نكون كسبنا باي نتيجه تصعدنا ان شاء الله في المباراه النهائيه. كلنا ورا الاهلي وخلف الاهلي ومع الاهلي وبندعم الاهلي، واشوفكم على خير. الاهلي فوق الجميع، الاهلي القمه، اسم على المسمى، اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاهلي فوق الجميع.